أول ما علم النفس اتنشأ كان بيركز على حل المشاكل النفسية أكتر من دراسة المشاعر الإيجابية والسعادة، وبعد فترة اكتشف العلماء إن مش مهم إن يكون الإنسان ما عندهوش أمراض نفسية بس، لأ ده كمان لازم يوصل لمستوى أعلى وإنه يكون سعيد وناجح في حياته. عشان كده ظهر علم جديد في علم النفس اسمه علم النفس الإيجابي، والعلماء اللي بيدرسوا علم النفس الإيجابي دورهم إنهم يردوا على أسئلة زي إيه اللي يخلي إنسان عادي سعيد، وإيه اللي بيخلي ناس أكتر سعادة من ناس تانية. وعلم النفس الإيجابي ده بيختلف عن التنمية البشرية لأنه علم قايم على البحث والتجربة، مش مجرد آراء زي التنمية البشرية. في كتب التنمية البشرية بتخليك تعيش شخصية مش شخصيتك، وبتخليك تصدق حاجات الواقع بيكذبها زي علم الطاقة والشكرات والهالة، بعكس علم النفس الإيجابي ده علم حقيقي قايم على التجربة، مش بيطلب منك إنك تعيش في عالم وهمي وإنك تكون شخصية خيالية. بالعكس ده بيقولك إزاي تكون سعيد وإنك تكون نفسك. في تعريفات كتير للسعادة، بس أبسط تعريف ليها هو انك تسأل نفسك هل انا سعيد؟ ردك بنعم ده معناه انك بتحس بمشاعر ايجابيه ناحيه حياتك ومستقبلك من وجهه نظرك. ولو عاوز تعريف اكاديمي للسعاده فابسط تعريف اللي قاله الدكتور مارتن سيليجمان، وتلخيصه ان السعاده بتتكون من 3 حاجات. اول حاجه معنى الحياه، تاني حاجه المتعه، تالت حاجه الاندماج في نشاط بتحبه. طب ايه اللي بيخلي السعاده مستحيله؟ اللي يخلي السعاده مستحيله هو انك تقارن نفسك بنموذج سينمائي مبالغ فيه عن السعاده، او تقارن نفسك بالناس على الانستجرام، بتقارن نفسك بناس بتنشر افضل صورة عندهم وما بتشوفش الصورة كاملة لحياتهم. زي ما في صورة بتبين انهم عايشين اسعد حياة، في صورة تانية هتقولك انهم عايشين حياة عادية او حتى تعيسة، بس الصورة دي ما بتتنشرش، فبالتالي بتخليك تفرض انك لازم تكون سعيد طول الوقت علشان تبقى زي النماذج اللي بتشوفها في السينما او على الانستجرام. ده بيخلينا نسأل طب مين هي الناس السعيدة في الواقع؟ المفارقة ان الناس السعيدة في حياتها بيحسوا بنفس عدد المشاعر السلبية اللي بيحس بيها الانسان العادي. طب ايه بقى الفرق بين الانسان السعيد والانسان التعيس طالما الاتنين بيحسوا بنفس عدد المشاعر السلبية؟ الفرق ان الناس السعيدة لما تحس بمشاعر سلبية بيتعافوا بسرعة ويكملوا حياتهم، اما الناس التعيسة بيخلوا التعاسة تتراكم عليهم ويفضلوا عايشين في تعاستهم لفترة اطول. يعني الناس السعيدة عندها مناعة نفسية اكبر من الناس التعيسة. يعني معنى ده ان السعادة مش ثابتة طول الحياة، يعني مفيش ناس سعيدة طول الوقت زي في الافلام او الانستجرام، لا في مرتفعات ومنخفضات طول حياة الانسان. المشاعر مش خط مستقيم ما بيتغيرش، المشاعر بتتأثر بالحاجات اللي بتحصل لنا، زي مثلا انك تفرح لما تنجح او تشتري عربية جديدة او حتى تاكل الاكل اللي بتحبه. بس السعادة دي مش هتستمر للابد علشان هنرجع لمستوى سعادتنا الطبيعي. يعني في مستوى طبيعي للسعادة، يعني لو تخيلنا ان في رسم بياني بيمثل حالتنا المزاجية طول اليوم، هنلاقي الخط بيعلى وينزل حسب الظروف اللي بنمر بيها طول اليوم، بس بعد كده الخط ده بيرجع لمستواه الطبيعي. والمستوى الطبيعي للسعادة بيختلف من شخص للتاني. هتلاقي مثلا ناس طبيعتهم مرحة وناس تانية متضايقين وبيحتاجوا يبذلوا مجهود علشان يحسنوا حالتهم المزاجية. السؤال هنا بقى ازاي نرفع المستوى الطبيعي للسعادة، وازاي نزود الارتفاعات ونقلل الانخفاضات، وايه هي الحاجات اللي بتأثر على سعادتنا بجد؟ هل هي الفلوس؟ هل هي الظروف؟ ولا التدين والمتع والجينات؟ ولا النجاح والحظ والعلاقات؟ ولا اسلوب الحياة؟ كل نقطة هشرحها في الفيديوهات اللي جاية. عشان كده اتأكد انك تعمل لايك للفيديو وانك تشترك في القناة عشان ده هيساعدني، وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، واكتب لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي بتخليك سعيد.